والآن إلى اللحظة الحاسمة اللي كل مستنيها. جاهزة ولا مش جاهزة؟ جاهزة يا أستاذ. هنشوف. أنا الحلم ده كان بقاله إيه؟ 3 سنين؟ بقاله 3 سنين. أهو يلا. أهو أيوه أهو. تعالى كده يا راس، بعد كده بعد إذنك كده. أيوه هنا أهو بعد إذنك. أيوه. إيه الزغروطة الضعيفة دي؟ على قدي. إيه؟ الهنا ده بعد 3 سنين 3 سنين. الأمل اتحقق. الحمد لله. الأستاذ أحمد والأستاذ الدكتور رضا عبد السلام حقق لي حلمي وجاب لي الثلاجة وجاب لي بضاعة وباين لي الكشك. الحمد لله. احنا بقى عايزين ننزل الحاجة دي بقى، وجبت لك ثلاجتك بقى، ثلاجتك مش هتتصلح. لا إن شاء صلحها انت بمعرفتك بقى. يلا نزل الحاجة. نزل يابا. يلا. طبعا يا جماعة الحمد لله بحب اشكر الناس اللي هم جم اشتروا من عند ام خالد ونفعوها. عقبال بقى الحاجة الساعة بقى. ده ايه رايك في ده ام خالد؟ ده حلو ده ده. جميل جميل. الثلاجة ده ما كانتش راضية تتصلح. اتصلحت؟ ما اتصلحتش. ما ده اللي اخرنا كل ده. دي تنزل كده على روقان دي. يلا. الصلاة على النبي. عايزين نخش المكان الجديد. يلا يلا. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. السلام. طبعا يا جماعه بعد ما رصينا شيبسيات ورصينا الحاجه الساعه زي ما انتم شايفين، قرب كده من الحاجه الساعه. الثلاجه موجوده الجديده، الحاجه الساعه بتاعتها، واللي بقى حطيناها على جنب. ام خالد بقى. فاكرين ام خالد؟ انا ام خالد اهو. بشكر الاستاذ الدكتور رضا عبد السلام، بشكر الاستاذ احمد. احنا مجرد سبب والله. هو جبر بخاطري وجاب الثلاجه وجاب البضاعه. احساسك ايه كده بعد 3 سنين كده؟ بعد 3 سنين يعني يطمني ان في ناس بخير. الاستاذ احمد جبر بخاطري وربنا يكبر بخاطره ويكفي شر المرض يا رب. الدكتور رضا عبد السلام سند للغلابه ووقف جنبي واقفه، وربنا يقدره على الطريق يا رب. طبعا يا جماعه في ناس كتير كانوا عايزين رقم ام خالد عشان عايزين يشكروكي، عشان شافوا قد ايه انت ست راضيه. فبعد اذنك انا هسمح لك الناس دي هسيب لهم رقمك علشان عايزين يطمنوا عليكي. طبعا احنا حابين نشكر مكتب دكتور رضا عبد السلام على الوقفه اللي هو عملها، وطبعا حابين نشكر جمعيه انماء على الموقف اللي عملته مع ام خالد. وطبعا هسيب لكم ارقام الجمعيه تحت والرقم المشهر بيه لو اي حد عايز يقف جنب الجمعيه بحيث ان احنا نقدر نساعد الناس الجميله اللي زي ام خالد، لان في ناس كتير زي ام خالد. هسيب لكم كل حاجه موجوده. هدف الدكتور رضا من الفيديو دوت تشجيع المجتمع المدني بالوقوف جنب الحالات الانسانيه. وطبعا حابين وده طبعا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، مصر طول ما هي بخير طول ما الناس الجميله دي موجوده. عايز اي حاجه يا ام خالد كده انا اديت مهمتي بنجاح. عايزه اشكرك واشكر الدكتور رضا عبد السلام. بس السلام عليكم. واشكر الاستاذ محمود برضو ان هو بيتعب ويصور معانا. طبعا يا جماعه اخيرا خلصت من كشك ام خالد. وطبعا يا جماعه انتوا كلكم قلتوا اللي انا اخدت لقطه واللي انا اتاخرت عليكم اقسم بالله غصب عني، لان كان والدي كان تعبان ويا ريت تدعوا له بالشفاء. ربنا يشفيه يا رب. وسلام عليكم. ربنا يشفيه. الف سلامه.